القناة الأولى المغربية: ما قبل وما بعد التطبيع بين الحكومة المغربية والاحتلال الإسرائيلي. قمنا بمراجعة عدد المرات التي تم فيها إدراج خبر العدوان على المدنيين بقطاع غزة في عناوين نشرات الأخبار الرئيسية لقناة الأولى منذ 7 أكتوبر 2023، وكانت النتائج مفاجئة. لم يتم تضمين أي عنوان رئيسي في نشرات الأخبار يتناول أوضاع المدنيين في قطاع غزة أو الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين منذ بداية أحداث طوفان الأقصى. فيما يتعلق بالإشارة إلى القضية الفلسطينية، عدد المرات التي تم فيها لم يتجاوز 20، وقد تمت جميعها في سياقات تتعلق بإرسال المغرب لمساعدات إنسانية إلى الحدود المصرية الفلسطينية، أو فيما يتعلق ببلاغات المملكة المغربية حول الأوضاع الفلسطينية، أو مشاركة المغرب في المؤتمرات السياسية المتعلقة بالوضع في فلسطين. اكتفت قناة الأولى بإدراج لمحة عن الأوضاع في غزة خلال النشرات الإخبارية ضمن فقرة الأخبار الدولية، وذلك في بعض الحالات فقط. تتعارض هذه المعطيات مع موقف المملكة المغربية تجاه القضية الفلسطينية، إذ تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الوعي الوطني في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن القول إنه في حال اعتمد المشاهدون في المغرب على نشرات أخبار قناة الأولى، فلن يكونوا على دراية كافية بما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية وجرائم حرب يومية. جدير بالذكر أن القناة ذاتها قد قدمت تغطية مفصلة لتطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، وذلك في الوقت الذي لم تكن فيه الحكومة المغربية قد طبعت علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي. لفهم التحول في تعامل وسائل الإعلام الرسمية في المغرب مع القضية الفلسطينية، قمنا بإعداد تقرير شامل يتضمن مجموعة من البيانات الرقمية الهامة تتعلق بكافة القنوات الحكومية. ندعوكم للانضمام إلى قناتنا على يوتيوب لمتابعة تفاصيل هذا التقرير، حيث سنقوم بنشره في الأيام القادمة.